مرحبا بكم، أرجو أن تكونوا جميعا بخير. هذه قصة بطل صغير كان لديه حلم وهو أن يقابل معشوقة. إمبابي يخطو خطى كريستيانو رونالدو. قبل أن يصبح نجم منتخب وطنه وقبل أن يشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، كيليان إمبابي شخص حالم. فعندما كان طفلا قبل أن يخلد إلى النوم، كان يقضي أوقاته في النظر إلى أغلفة المجلات التي تحمل صورا لنجمه المفضل. وكان حلم هذا الرجل الصغير أن ينتهج نهج معشوقه في طريق كرة القدم. وفي عام 2014، حيث كان يبلغ من العمر 14 عاما، عندما أعطاه زين الدين زيدان الفرصة لأن ينضم معه في مرانه وتحت إشرافه، أصبح مبابي مثل المجنون، فقد تحقق حلمه الذي طالما حلم به سنين وسنين. حلم مبابي أصبح حقيقة عندما حظي بأول صورة له تجمعه مع نجمه المفضل كريستيانو رونالدو. بعد 4 أعوام خطى مبابي خطوات معشوقه، ولكن الأمر حينها كان مختلفا بعض الشيء، لأنه في هذه المرة كانوا خصوما في مباراة واحدة، حيث شارك في دوري الأبطال ولعب ضمن مباريات فريقه ضد فريق ريال مدريد. أحرز رونالدو في واحدة منهم 3 أهداف. بالطبع كان معشوقه أقوى منه بكثير في هذه الجولة. وبعدها بعدة أشهر أصبح مبابي نجما جديدا في عالم كرة القدم، حيث شارك في بطولة كأس العالم وحصل على جائزة النجم الصاعد، بينما عشقه لكريستيانو رونالدو لا يزال قائما. لا توجد مقارنة بالنسبة له بين ميسي وكريستيانو. إذا سألته عن رأيه في ميسي فسوف تخوض معه في مناقشة طويلة وغير مجدية. يعشق مبابي رونالدو لأنه يراه آلة ولاعبا مجتهدا ونشيطا، إنه يعشقه بالفعل ومغرم به. ارتدى مبابي القميص رقم 7 في فريقه، وهو الرقم المفضل لكريستيانو رونالدو، وأيضا ارتدى القميص رقم 10 في منتخب بلاده، وهو الرقم المفضل لزين الدين زيدان. نجح مبابي في اختبار قاس جدا، وذلك لأنه جمع العديد من الجوائز التي تمثل حلما كبيرا للكثير من اللاعبين. إنه طفل صغير حلم حلما كبيرا. هذه قصة رجل صغير لديه حلم كبير، وبالفعل واجه معشوقه في يوم ما، وبذلك أصبح بطلا عالميا في سن 19. وهذه هي قصة كيليان مبابي. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو.